ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده رجعنا تاني مع حاجات نوفي الجميله اللي ريحتها معبيه البيت عندي. طلبنا اوردر تاني. بس المره دي احنا مضاعفين الاوردر، شايفين كده 4 اوردرات. بسبب ان الاوردر اللي فات كان تحفه، كان جميل جدا جدا. انا قلت هطلع لكم تاني عشان اقول لكم عمل ايه معايا واستفدت منه في ايه. هقول لكم لان انا قررت تقريبا منتجات مع منتجات جديده. فطلبنا 4 اوردرات اهم. تمام، انا واخواتي. فهنبدأ كده، هفتح معاكم اوردر واقول لكم اللي انا قررته ايه والجديد ايه. وتعالوا معايا ونشوف، وان شاء الله هتعجبكم الحاجه لان هي تحفه تحفه زي ما عجبتني كده. و... وشكرتها جدا. وهقول لكم تتواصلوا معاها ازاي. هتعجبكم جدا جدا. نمسك صندوق صندوق ونفتحه كده ونشوف ايه الحاجه اللي فيه. نمسك اول صندوق. يلا نفتحه مع بعض. اه، هو الريحة اساسا، الريحة تحفة. بص يا حبايبي، حاجة شكلها جميل جدا. وال وحتى الصابون معمول بطريقة تحفة تحفة تحفة. ولا الورود اللي عليه طبيعية تحفة جميلة جدا. دي ورود طبيعية على فكرة. دلوقتي اول حاجة معانا ده شامبو. ماشي، ده شامبو مغربي زي ما مكتوب كده عليه بالظبط. بصوا مكوناته: غسول وصدر بيرطب الشعر جدا وبتاع. دي برضو من الحاجات الجديدة اللي انا جبتها. ده بزيت الارغان. تمام، من ضمن الحاجات الجديدة اللي لسه جايباها. بس طبعا انا هجربه وهقول لكم. هو انا كنت جايبه شامبو نوع تاني المره اللي فاتت، كان شامبو فرد الشعر جميل جدا. وكان حلو جدا وملمسه كان تحفه كده. الملمس بتاعه جميل جدا، من احلى الشامبوهات اللي نفعت مع شعري. فعشان كده انا قلت اجرب شامبو نوع تاني. انا جايبه منه 2 نوع. معايا جايبه كريم. ده كريم فرد شعر. تمام، بصوا بالارجان والجوجوبا وزبدة الشيا بدون اي حاجة كيميائية. وممكن يستخدم كحمام كريم كمان. تمام، ده بس كده. دي صابونة اسمها صابونة الخروع. ماشي، دي صابونة للرجال عشان شعر اللحية وشعر الراس. علشان خاطر طبعا زي ما بنهتم بنفسنا لازم نهتم برجالتنا. ودي انا جايباها لابني. وفيها زيت زيتون، زبدة شيا، وزيت خروع. في حاجات كتير جدا بتنفعه وبتفتح المسام. وبتستخدم مع ايه، مع المية الدافية. تمام، برضو من ضمن الحاجات الجديدة. انا بقى ايه يعني، حاجة عجبتني وقلت اجرب كل الجديد. تمام. ودي برضو صابونة النيلة الزرقاء. طبعا انتوا عارفين ان النيلة الزرقاء دي كويسة جدا، وفي حاجات منها كتير، في منتجات منها كتير. انا حبيت اجربها ل... ل... من عند نوفي. طبعا هي فيها حاجات كتير. و... و... طبعا النيلة الزرقاء دي معروفة بأول حاجة ليها بتستخدم في الحمام المغربي. فأنا حبيت أجيب الصابون بتاعها عشان أجربها وهشوفها إن شاء الله بإذن الله هتطلع جميلة زي ريحتها كده. وده دي صابونة مقشر لليمون. دي صابونة فيتامين سي طبعا عشان البشرة وكده، وطبعا بتستخدم لكل الجسم مش لازم البشرة بس. فبرضو عجبتني وعايزة أجربها. ودي صابونة الفحم. طبعا صابونة الفحم عموما بيبقى من ضمن الحاجات الكويسة للبشرة وكده، فأنا برضه حبيتها
وحبيت اجربها. وطبعا عشان بنوتي، عشان نحب الشباب وكده، ف حبيت ان هي تستخدمها. جميلة، فيونكة جميلة. ده بقى من ضمن الحاجات اللي انا جربتها، وتحفة تحفة تحفة. لو قلت عليه تحفة من هنا لبكرة، ف مش هقول يعني، مش هوفيها حقها فيه بصراحة. ده الكريم. انا كنت جبت الصغير منه، انا طلبت الكبير لانه عجبني جدا يعني. الاستخدام يومي. انا بحطه الصبح، احطه بالليل قبل ما انام، واحس ان هو مريح بشرتي والدنيا تمام. وبحطه بالليل الصبح قبل ما انزل اروح شغلي، وبحس ان بشرتي بتلمع كده انا ماشيه في الشارع. حاسه بثقه رهيبه يعني. فانا حبيت اجربه، وكل اللي جايبينه وكل اللي معايا جايبين منه. جميل جدا جدا جدا. ده عن تجربة، وانا يعني عن ثقة جدا الكلام اللي انا بقوله. تمام. ده برضه من ضمن الحاجات اللي احنا جايبينها. ده زيت مساج للجسم. ف طبعا زيت عشان راحة الجسم، والناس اللي عندها تشنجات عضلية وكده، فبينفع جدا. فده كده زيت مساج للرجالة والسيدات وكله، يعني اللي عايز يستخدمه لراحة الجسم. تمام. دي صابونة، صابونة اهي، فيتامين سي وفيتامين اي، وغنية جدا بالكولاجين وتفتيح البشرة. برضو انا كل اي صابونه عندها وعجباني شكلها، وعجباني ريحتها، وعجباني كل حاجه. يعني انا في الصابون اصلا حبيت اجرب كل انواع الصابون. ليه صابونه تانية برضو، الورد الطبيعي اللي بقولكوا عليه ده. الورد على فكره ده قالت لي ان انا اخده واحطه في ميه ورد واستخدمه تونر للبشره. فهو ورد طبيعي، فمن نوع حلو وغالي. ماشي. دي صابونة زيت السعد. طبعا زيت السعد معروف بيعمل ايه. يعني احنا دلوقتي لما بنعمل سويت او شيفنج او اي حاجه من دي، بنحط زيت السعد او الصابونه، علشان بتقلل ظهور الشعر. فانا حبيت اجربها، وانا عارفه ان اكيد هتعمل مفعول معانا، عشان انا واثقه في نوفي ومنتجاتها. دي برضو صابونة خروع والزيتون للرجالة برضو. انا حبيت يعني ايه، ده ما بنهتم بنفسنا نهتم ايه بالجانب الاخر. تمام. فحبيت اجيب له برضو حاجات ايه ليه هو كمان احلى حاجة في الموضوع. كمان الصابونة الهايلة اللي بتحطها نوفي حبيبة قلبي كده. تحفة، وريحتها تحفة. مقولكوش انا ريحة الأوضة وريحة الشقة كلها بقت حلوة ازاي. ده الكارت بتاع نوفي، وده رقم تليفونها، حابين تنقلوه علشان خاطر تطلبوا كل منتجاتكم. كلموها. الحاجة تستاهل بجد. نفتح بقى بقية الصناديق. بعد الصندوق التاني برضو ايه اهم حاجة في الموضوع الصابونة دي. الصابونة اللي بالنص دي جميلة اوي. تمام. نفتح حاجتنا، نشوف الصندوق بقى ده فيه ايه. في دي مجموعة زيوت عشان الشعر. ماشي. بتعمل بيها حمام زيت مرة في الأسبوع. عشان ترطيب ونمو الشعر، والشعر مشاكل الشعر كلها بقى والتساقط والكلام ده. فأنا حابة إن أنا إيه أجربه وأشوفه هيعمل معايا إيه. بس إيه تحفة، وما يعني حجمه كبير، الحجم بتاعه كبير. ماشي. دي مخمرية. حبيت بقى ان انا اجيب حاجه بقى روايح بقى وريحتها حلوه، بما ان كل حاجتها حلوه وريحتها جميله. وكمان عشان الصيف وكده، فانا عايزه قلت لها اديني حاجه من عندك بقى من الروايح الحلوه دي. اعطتني مخمريه سائله، مش مخمريه اللي هي عادي مش كريمي، لا سائله. وتتحط في اماكن النبض، مقفوله. حاجه كده، تحط بقى كده.
يلا نشوف ريحتها بقى، شوفوا الجمال. امم تحفه. عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. ريحتها تحفه يعني، طلعت علينا كده واحنا قاعدين نصور. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ لا لا. الله، بونبوني ده. ايه ده؟ لا لا لا، ده انا ليا مكالمه شكر معاها. ليا مكالمه شكر معاها على الريحه دي اللي انا شماها دي. تمام ماشي، نشوف اللي بعده. دي برضو نفس الصابون، انا قلت لكم انا هجيب كل الصابون من عندها. ماشي. ده كريم بس مش زي بقى التاني. كان الترطيب وكده، بس لا هو ده ترطيب وكل حاجه، بس ده تفتيح عشان انا قلت لها ان انا بشتغل وبمشي في الشمس كتير وكده. فقالت لي انا هديكي حاجه علشان عشان الشمس، وعشان علامه الطرحه وانتوا عارفين بقى ان الشمس الجامده بتعمل علامه في كده، وفي الجنب جنب وشي بالطرحه وبتاع. قالت لي لا لا، ده هيهدي بشرتك خالص من الشمس، وحطيه وامشي في الشمس عادي. فانا حبيت برضو اجربه، وجبت بايه علبه منه اجربه. تمام. وده برضو شامبو. ده شامبو برضو المغربي اللي قلتلكوا عليه، جميل جدا برضو. ودي صابونه، صابونه الكركم. فانا صابونه الكركم جبتها المره اللي فاتت، ودي تكرار من صابونه الكركم. دي تكرار ليها. انا من ضمن الحاجات اللي حبيتها جدا جدا جدا، ملمسها حلو جدا للبشره، جميله جميله جميله. بستخدمها يعني مش وشي بس، انا ممكن استحمى بيها يعني بديل الشاور بالنسبه لي يعني. تحفه تحفه تحفه، جميله جدا جدا جدا. ودي من ضمن الحاجات اللي انا مجرباها عن تجربه. وبقول لكم صابونه الكركم دي يعني احلى حاجه حصلت في حاجات نوبي لما جبتها المره اللي فاتت. تمام. شوف انا صابونة الفحم مكررها تاني. تمام كده. وصابونة النيلة الزرقاء طبعا، دي انا لازم اجربها ولازم ايه اقول لكم عليها. تمام. هنرجع الحاجات دي وهوريكم بقى ايه الصناديق برضو بتاعت اخواتي، علشان احنا مش انا لوحدي بس اللي طلبت، واخواتي كمان، ونشوفكم هما كمان جابوا ايه بقى وجايبين ايه هما كمان، نفرجكم عليهم. برضو جايبين اهو كريم الفرد اول حاجه اهو. فين الصابونه؟ لا انا عايزه صابونه صغننه اللي هي بتحطها جميله. فين الصابونه؟ اهي. الله، دي شكل تاني. كل بوكس حطها شكل جميل 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 خالص. احي الريحه 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 طالعه عليا كده، وانا بصور. تحفه تحفه اساسا. سيبيها لي دلوقتي على جنب. دي كريم من فرد برضو، ده لبنت اختي بقى عشان تجربه وكده. وممكن نستخدمه كدهان يومي. تمام. حجمه كبير على فكرة، كويس. ودي صابونة الكركم. تمام. دي صابونة الكركم برضو عشان انا قلت لها ان انا جربتها، واخواتي حبوا يجربوا هما كمان زي. ماشي. ودي ده كريم التفتيح برضو اللي انا جايباه بتاعي. تحفة 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 تحفة. تمام. ودي صابونة الصعد اللي انا قايله لكم عليها برضو، اللي هي بتاعت ايه ازالة الشعر. وانا هقول لاختي مش ازالة تقليل نمو الشعر. ودي انا هقول لاختي عشان الورد ده يتعمل بيه التونر. وفي كريم تاني اهو اللي انا ايه جبته وجربته ده الترطيب بالكولاجين وزبدة الشيا والحليب. تحفة 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 تحفة، والريحة تحفة جدا. هوريكم اخر صندوق معانا كده، ونيجي الرابع بوكس. الله، ايه صابونه برضو نوع تاني. الله، جميله ومتعلقه اهي. الله الريحه الله. تمام. برضو في كريم برضو بتاع فرد الشعر. تمام. احنا كلنا جايبين زي بعض. بصوا تكرار بقى والحلاوه. انا قلت بس ان الحاجه عجباني، وبصوا اخواتي عملوا ايه. صابونه النيله الزرقاء طبعا لازم اعملها مع الحمام المغربي، هتبقى تحفه اساسا يعني. تمام. دي ايه
اهي دي صابونة الخروع بتاعت الرجال لشعر اللحية والراس. واحلى حاجة ان هي بتبقى بزيوت طبيعية، فيها زيت الزيتون، وفيها طريقة الاستخدام كمان هنا، طريقة الاستخدام. تمام، اهي صورتها لكم كلها. تمام، ودي صابونة الصعد. تخيلوا بقى الحاجة لما تعجبنا وكلنا نجيبه منها. جميلة جميلة، والحاجة حتى تحفة. طبعا ايه جايبة ايه الحجم الكبير من الكريم، تحفة. حجم كبير من الكريم، ضعف دبل الكمية. بس كده نراجع الحاجة دي كده. كل الحاجة اللي احنا جبناها لما اخواتي يجوا عندي ويستخدموا الحاجة وتعجبهم، دي بتكون النتيجة. احلى اوردر من احلى نوفي، من احلى معاملة، لذيذة جدا. وحتى يعني معاملتها جميلة وبترد عليا في كل اللي انا عايزه اعرفه. طب دي استخدامها ايه يا نوفي؟ تعملي فويس مخصوص ليها. دي استخدامها ايه؟ تعملي فويس مخصوص ليها. ما تزهقش مني ابدا، وما تزهقش من كتر الاسئله. تعبتها معايا. بس انا عايزه اقول لها ان الحاجه بتاعتك تحفه جميله جدا. مش اعلان والله، على قد ما هو محبه. لان انا عجبتني الحاجه بجد، يعني الحاجه ريحتها تحفه تحفه. وعايزه اقول لك من ساعه الاوردر ما جه والبيت كله اكني شفت فيه معطر. تحفه تحفه وجميل. طريقتك للحاجه. تمام. طريقتك ان انت تبعتي الحاجه بطريقه كويسه، والا الصابون اللي بتبعتيه كده تحفه. على فكره ممكن تحطوه في الحمام، يعطر الحمام، في المطبخ يعمل هو معطر اصلا، ريحته جامده. بصوا هو هنا كده اهو، وهنا اهو، وهنا اهو، وهنا اهو. فهي حطاه حتى، بصوا معلقه كده، ان انت ممكن تعلقيه في اي مكان عندك عايزه تعملي له تهويه، زي الحمام مثلا. يعني زي الحمام مثلا في دولابك، تحطيه علشان تعطري الهدوم. فتحفه صراحه، جميل جميل. انا بشكرك يا نوبي جدا، وبشكر معاملتك اللذيذه والرقيقه معانا، وبشكر منتجاتك اللي عجبتني. وان انا يعني من بوكس واحد بقوا 4. زودنا زودنا الحاجه اللي احنا عايزينها ومكررينها. وانا يعني هطلع معاكم المره الجايه ان شاء الله في بوكس جديد من بوكسات نوفي الجميله. وهقول لكم على كل استخداماتي للحاجه. يعني انا لما قلت لكم على الكريم ان هو عجبني فعلا، وانا بحطه بالليل وبالنهار، ينفع في اي وقت، بيلمع البشره احسن من الفاونديشن او في الحاجات دي، عشان انا ماليش اصلا في موضوع الميك اب. فانا بحط حاجه تحب انور بشرتي، تبقى طبيعيه من غير الحاجات الكيماويات اللي بتتعب البشره. فعجبني وكده. صابونه الكركم لا غنى عندي ليها. انا حباها جدا واستخدمتها لحد ما خلصت، دابت في ايدي لحد ما خلصتها. المخمريه اللي هي ريحتها مش عايزه تروح لحد دلوقتي من عندي حاجه. يعني انا اكدت على الحاجات اللي انا استخدمتها. الحاجات اللي ما استخدمتهاش هعمل لكم تاني فيديو ليها، وهقول لكم عشان المصداقيه، عشان المصداقيه. وفي النهايه عايزه اقول لكم اي حد عايز اي اوردر من الحاجات اللي احنا جربناها يكلم اهي مدام نوفي على الرقم بتاعها. تمام. هيعرف منها كل العروض والاسعار وكل حاجه. تمام. وكله بقى يقول لها ان احنا تبع قناه رودي كيتشن، عشان هي ايه هتعمل مواجب معاكم. تمام كده. بس يا فندم، بس كده.